إن الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا شبيه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الرسالة. نعم، خير من صام وصلى وقام وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا صلوات ربي وسلامه عليه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله الذي قال في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن اتقى الله وقاه ومن شكر الله زاده. أخوة الإيمان والإسلام، ها نحن في آخر يوم من أيام شهر شعبان، وعلى موعد مع رمضان، فاللهم بلغنا شهر رمضان يا رب العالمين، ولا تخرجنا من رمضان إلا وأنت معتق رقابنا من النار يا رب العالمين. قولوا آمين. روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: قال صلوات ربي وسلامه عليه: أيها الناس، أظلكم شهر عظيم شهر مبارك، أظلكم شهر عظيم شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. شهر رمضان أظلكم شهر عظيم شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. من تقرب فيه بخصلة من الخير فكأنما تقرب بفريضة فيما سواه، ومن تقرب إلى الله بفريضة في رمضان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. شهر الصبر، شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. شهر المواساة، شهر يزداد فيه رزق المؤمن. من فطر صائما عتق الله رقبته من النار، وكان له مثل أجره لا ينتقص من أجره شيء. نعم أخوة الإيمان والإسلام، أنعم الله علينا بالإيمان والإسلام. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يرى الهلال ماذا يقول؟ اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، شهر خير وبركة، ربي وربك الله. هذا هو استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يستقبل الهلال. الكفار والمشركون والذين كانوا يعبدون الشمس والقمر كانوا ينظرون على القمر أنه إله، ويتقربون إلى القمر وإلى الهلال، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزله الله وأرسله رحمة للعالمين يبين لنا أن الهلال
وأن القمر ونور القمر من نور الله عز وجل. أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، شهر خير وبركة، ربي وربك الله. فعلينا أخوة الإيمان أن نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم. لقد قال ربنا في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن لماذا شرع ربنا جل وعلا الصيام؟ شرع الله الصيام لعلكم تتقون. الهدف هو التقوى، فمن فرط في تقوى الله في باقي شهور السنة فليرجع وليتوب إلى الله عز وجل، ليترك المعاصي والآثام ويقبل على الرحمن الرحيم. يقبل في شهر الطاعات، في شهر البركات، في شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. روى أبا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان من بلد، وهي حي من أحياء البادية أو من قبيلة قضاعة، رجلان أسلما وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعارك، حارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، فاستشهد أحدهما، رجل استشهد في سبيل الله منهم، والآخر أخر أجله عاما، أي تأخر عاما ولم يمت ولم يستشهد في سبيل الله، بل أنه مات موتة طبيعية. يتبادر أخ الإيمان والإسلام إذا سئل أحدنا أيهما في الجنة، قلت ولا شك أن الشهيد في الجنة. هما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحارب إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد أحدهما وبقي الآخر عاما آخر. فرأى سيدنا عبيد الله، رأى في المنام الذي أخر أجله قد سبق الشهيد في الجنة. رأى في المنام أن الذي أخر أجله عاما قد سبق الشهيد الذي مات قبله بعام، سبقه في دخول الجنة، فتعجب كيف ذلك؟ فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيته. قال: عجبت يا رسول الله، شهيد مات في سبيل الله يؤخر عن دخول الجنة ويؤخر أجل صاحبه عاما ثم يسبقه إلى الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن عجب؟ ألم يشهد رمضان؟ ألم يشهد رمضان وصلى 6000 ركعة أو صلى كذا وكذا من الركعات في السنة؟ فالذي أخر أجله حتى جاء رمضان سبق من قضي أجله ونحته شهيدا. لماذا؟ لأنه أدرك رمضان. رمضان شهر البركات، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين. مردة الشياطين والعياذ بالله، كما قال بعض العلماء أن المارد الواحد من الشياطين يساوي 120 شيطانا
المرد من الشياطين يسلسلهم الله عز وجل حتى لا يوسوس لبني آدم، حتى لا يكيد لبني آدم. ولكن أخوة الإيمان والإسلام هناك من الإنس شياطين يتجرؤون على حرمة الشهر الكريم ويستخفون به، فتجد في هذا الزمان وفي هذه الأيام من يجاهر بالإفطار في نهار رمضان. والله إن البعض منا لا يحكي عن بعض أهل الكتاب من النصارى أنهم لا يأكلون ولا يشربون في نهار رمضان أمام المسلمين. هؤلاء يوقرونك ويعملون لرمضان حساب، وأنت يا مسلم يا ضعيف الإيمان تفطر في رمضان ولا يكفيك الإفطار بل تجاهر بالمعصية. هذه كبيرة من الكبائر، صاحبها إن لم يتوب إلى الله عز وجل فهو خالد مخلد في النار. إن لم يتوب إلى الله، الذي يفطر في رمضان عاملا متعمدا ليس له عذر حتى لو صام الدهر كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما في رمضان عامدا متعمدا لا يغني عنه صيام الدهر كله إن لم يتوب. يا أخوة الإيمان والإسلام، عودوا أبناءكم على الصيام منذ الصغر. فكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون أطفالهم وأبناءهم ويدربونهم على الصيام، حتى أن الطفل إذا بكى من شدة الجوع أعطوه لعبة من العهن أي من الصوف يتصبر بها حتى يأتي وقت الإفطار. هذا كان خلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يا باغي الشر أقصر ويا باغي الخير أقبل. شهر لله فيه كل ليلة عتقاء من النار. نعم، لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه كلها نعم ونفحات أنعم الله علينا بها أمة الإيمان والإسلام، فعلينا وعلى كل مسلم أن يتفقد قلبه. كما أن الأبدان تمرض كذلك القلوب تمرض. القلوب فيها أمراض. علينا في هذا الشهر الكريم أن نخلص قلوبنا من أمراضها، من المعاصي والذنوب والكراهية والحقد وغيرها من أمراض القلوب، حتى يقبل الله عز وجل منا صالح الأعمال، يقبل صيامنا. كيف لك أن تستقبل رمضان وبينك وبين أخيك المسلم شحناء، بينك وبين جارك أخاك؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها أو تكفرها الصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، فتنتك وابتلاءات التي تبتليها في نفسك، في مالك، في ولدك، في جارك، اللي يكفرها. ما الذي يكفره كل هذه الفتن؟ يكفرها الصوم، الصدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن في أشد الاحتياج إلى الحسنات،
الحسنات هناك لا دينار ولا درهم. إذا قام يوم إقامة القيامة لا يستطيع أحد أن يفدي نفسه بشيء. فالعملة هي الحسنات والسيئات، الحسنات والسيئات. فمن تقرب في هذا الشهر الكريم بخصلة من الخير كمن أدى فريضة فيما سواه. ومن أدى فريضة، صليت الصبح، صليت الظهر، صليت العصر، صليت المغرب، صليت العشاء، صليت التراويح، كل دي خيرات يا أخ الإيمان والإسلام. الفريضة في رمضان تعادل أو تعدل 70 فريضة فيما سواه. كذلك في شهر رمضان ربنا جل وعلا جعل ليلة في شهر رمضان خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر، حسبت ب84 عاما. فما بالك أخ الإيمان لو ربنا أكرمك ب20 رمضان؟ انظر إلى الثواب والأجر الذي حصلت عليه من كرم الله عز وجل. نعم أخوة الإيمان والإسلام، لذلك حذار أن تستهين وأن تنتهك حرمة هذا الشهر العظيم حتى لا تنال غضب الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أظلنا شهر عظيم مبارك يزداد فيه رزق المؤمن، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. من حرمها فقد حرم الخير كله. انظر أخ الإيمان والإسلام، في يوم من الأيام اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنبر فقال: آمين آمين آمين. 3 مرات قال آمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صحابته رضوان الله عليهم: لقد قلت يا رسول الله آمين آمين آمين. قال: آتاني جبريل فقال: قال جبريل: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان وانسلخ ولم يغفر له. فقلت آمين. رغم أنف مسلم أتى عليه رمضان وانقضى رمضان وانسلخ ولم يغفر له. ويل كل الويل لهذا الرجل، الويل كل الويل له، لأنه أتى عليه رمضان ولم يغفر له، انسلخ من رمضان ولم تغفر له ذنوبه. وهذا سوق الله عز وجل، سوق. فيا أخ المسلم، أقبل على الله عز وجل. ثم قال آمين، لأن جبريل قال له: ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له. فقلت آمين. أباك وأمك، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا مهما فعل. أباك وأمك، أباك وأمك. أخ الإيمان والإسلام، لا تبتغي رضاهم قدرما تبتغي رضا الله عز وجل. افعل كل شيء وإن أساء إليك أحد، حتى وإن كان أبواك، وإن أساءوا إليك فأحسن إليهم. لماذا؟ لأن الله قد أمرك بذلك. إذا كنت تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمهما فعل فيك أبواك فكن لهما بارا. لماذا؟ لأن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له. ورغم أنف امرئ أو مسلم أدرك رمضان وانسلخ رمضان ولم يغفر له. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده يا رسول الله ولم يصلي عليه.
فاللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا اللهم ثبت أقدامنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين قائد الغر الميامين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، إن أحيانا الله عز وجل سيقول لنا وقفات ووقفات مع الخير والبركات في هذا الشهر العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، ولله في هذا الشهر في كل ليلة عتقاء من النار. فنتمنى من الله ونرجو من الله عز وجل أن يعتق رقابنا سبحانه وتعالى، هو ولي ذلك وهو القادر عليه. أخوة الإيمان والإسلام، حتى أن يكون صيامك مقبول عند الله عز وجل لا بد أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خير من صام وخير من قام وخير من صلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفسق ولا يسخط، أي لا يتلفظ بألفاظ قبيحة، ألفاظ بذيئة. ترى بعض ناس يشتمون بعضهم البعض، تيجي تكلم ويقول لك ده هزار، احنا بنهزر. تهزر في شهر رمضان، في شهر الخير والبركات. رب كلمة تخرج من فيك تهبط بها إلى النار 70 خريفا، 70 عاما، كلمة لا تلقي لها بالا. وربما كلمة في الخير تقولها يرفع الله لك الدرجات العلى في الجنة. كلمة، أخوة الإيمان والإسلام. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط، فإن سبه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم، إني امرئ صائم. ذكر نفسك، اكبح جماح شهوتك. إنما جعل الصيام لماذا؟ فهو إمساك عن شهوتي البطن والفرج. لمن؟ ابتغاء مرضات الله. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ابن آدم يجازى الحسنة بعشر أمثالها. كل عمل أنت بتعمله الملائكة بتسجل، وربنا سبحانه وتعالى مديهم عاطي الملائكة ميزان، إذا فعل كذا فأعطوه كذا. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذن فهي أرقام. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا في الصلاة، في الحج. لكن الصوم يختلف. ربنا جل وعلا قال في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. في الحج يراك الناس، وأنت تصلي يراك الناس. ربما دخل في نفسك الرياء والسمعة. حج كي يقول الحج فلان، صلى كي يقول فلان مؤمن، فلان مصلي.
إلا الصوم. الصوم لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يدع أي يترك شهوته ويترك طعامه وشرابه والملذات التي تعود عليها. لمن؟ من أجل من؟ من أجل الله وليس إلى الله. ليس إلى الله. رمضان أقبل، قم بنا يا صاحب، هذا أوان تبتل وصلاح. هذا أوان تبتل وصلاح. نعم أخوة الإيمان والإسلام، لذلك علينا أن نشبر لرمضان. علينا أن نتفقد قلوبنا وأن نرقق قلوبنا لله عز وجل. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا في رمضان يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا مع أول ليلة من رمضان يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارقب بنا فيما جرت به المقادير. اجعله يا رب العالمين هلال يمن وإيمان وسلامة وإسلام على أمة الإيمان والإسلام يا رب العالمين. اللهم تب على التائبين واغفر لنا نحن العاصين يا رب العالمين، إنك جواد كريم يا رب العالمين. اللهم نحن ضعفاء وأنت القوي، فقونا من قوتك يا رب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.